السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أنا أبو عيسى وجاي لكم من قناة سر الطبيعة مع أبو عيسى، وهنتكلم على سر جديد من أسرار مطبخك العلاجي. هنتكلم النهاردة على كنز صحي طبيعي موجود عندك في المطبخ. معظم الناس فاكرين إن هو للأكل وللشرب بس، لكن نتائجه لحاجات تانية وفوائده للبشرة وللشعر ولصحة الجسم عموما هتتفاجئوا بيها جدا. النهاردة هنتكلم على الحلبة. اللي هتعرفه النهاردة عن الحلبة هيغير نظرتك تماما عن مفهوم الحلبة. الحلبة هو عبارة عن نبات عشبي موجود عندنا في أي بيت، وموجود في المطبخ العربي والهندي من زمان قوي. زمان كانوا بيستخدموه في الطب الشعبي بالنسبة لمشاكل الهضم، لزيادة الوزن، حتى ساعات كانوا بيشربوه كمشروب بيدفي في الشتاء. طبعا هو فيه سعرات حرارية عالية جدا. طيب بالنسبة للفوائد الصحية عموما للجسم، الحلبة بتساعد على الهضم جدا وبتقلل الحموضة بشكل فظيع وسريع. للسكر، في بعض الدراسات قالت ان الحلبة بتظبط مستوى السكر في الدم، ونتائجها بتبقى كويسة جدا لمرضى السكر، بس ما يغنيش طبعا عن علاج السكر. طيب لزيادة الوزن، الحلبة فيها سعرات حرارية عالية قوي، ولو اتضافت للحليب للبن يعني بيفتح الشهية وبيدخل سعرات حرارية عالية للجسم. لتقوية المناعة، احنا زي ما قلنا ان هي فيها فيتامينات ومعادن كتيرة جدا، فبالتالي لو احنا استخدمناه كمشروب في الشتاء يوميا ده هيزود لنا المناعة، وان شاء الله يحفظنا من اي نزلات برد تيجي. طيب في بعض الناس بتشتكي ان الحلبة مشكلة فيها ان هي لما بتشرب بيظهر في ريحة العرق مع الناس، وريحة مش مطلوبة ومش مستصاغة عند الناس كلها. هقولك على وصفة تعمليها عشان تشربي الحلبة من غير ما يبقى فيها المشكلة دي. ان احنا لو اخدنا الحلبة وحمصناها شوية على النار، يعني نحطها في طاسة ونحمصها شوية، وبعد كده نغليها مع المية ونشربها عادي او نضيف عليها الحليب، ريحة الحلبة مش هتظهر معاكي في العرق تماما. فبالتالي استخدمي الوصفه دي، هتلاقي النتيجه بتاعتها كويسه، هتستفادي من الحلبه بدون الاثار الجانبيه اللي احنا بنقول عليها انها بتظهر في ريحه العرق. طيب بالنسبه للشعر، الحلبه من الحاجات اللي بتغذي فروه الراس بشكل فظيع جدا، فبالتالي بتقلل تساقط الشعر. للبشره، بتقلل الالتهابات وبتخلي البشره ناعمه جدا. طيب استخدمه ازاي؟ بناخد معلقه كبيره وننقعها في كوبايه ميه او في ربع كوبايه ميه ليله بحالها. بعد كده بصفيها وباخد اللي موجود ده بحط عليه معلقتين زبادي وبضربهم في الخلاط وبستخدمه كماسك على البشره لمده ربع ساعه، وبعد كده بغسله. بتلاقي نتيجه معاكي من اول مره فظيعه. في ناس بتستخدم كريمات كتيره جدا عشان تعمل فيلر، يعني اكبر خدود، اكبر شفايف، وات ايفر يعني. تمام. وبيستخدموا كريمات سعرها غالي جدا. طب ما نستخدم الحاجه الطبيعيه اللي نتيجتها كويسه. زيت الحلبه لو حطيته في قاعده كريم واستخدمته مرتين في اليوم او مره واحده حتى في اليوم باستمرار على الاماكن اللي انا عايز اخليها تكبر، هتلاقي النتيجه معاكي رهيبه جدا. فبالتالي نبعد عن الكيماويات وخلينا في الحاجات الطبيعيه، حتى لو هتاخد وقت معانا اكبر بس امن. فده مهم جدا. والناس اللي بتستخدم حاجه زي كده كريمات فيلر، عندكم البديل الطبيعي اللي موجود. طيب مشروب الحلبه، طبعا احنا عارفين ان احنا نغلي الحلبه مع الميه وكده، بس اللي انا عايزه ما تحليهاش بسكر، حليها بعسل احسن، يرفع المناعه معاكي احسن. زيت التدليك زي ما احنا قلنا، زيت الحلبه للتدليك للشعر وللبشره مهمين جدا 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 كزيت مش كمستخلص. نتيجتها هتبقى كويسه جدا لتقويه بصيلات الشعر، وفي نفس الوقت للبشره اذا كنت عايز اعمل فيلر، عايز اضيع التجاعيد بتاعتي، ممكن استخدم زيت الحلبه. بودره الحلبه لو احنا ضفناها على الاكل، الناس اللي عايزه تتخن ووزنها نحيف والكلام ده كله، هتلاقي النتيجه بتاعتها جميله جدا. ده كان النهارده سر من اسرار مطبخك العلاجي مع سر الطبيعه مع ابو عيسى. المكون اللي احنا اتكلمنا عليه في النهارده بنشوفه بسيط لكن فوائده ضخمه. جربوا الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها دي وشاركوا، يا ريت تجاربكم معانا، تكتبوا في كومنت ايه النتيجه معاكم لما عملتوا التجربه دي وعملتوا المكون ده وعملتوا الخلطه دي، ومستنيين منكم الرد فيها. ما ننساش طبعا نعمل لايك
واشتراك وشير، ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل الحلقات المهمة الجديدة اللي احنا هنتكلم فيها. واشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة. سر الطبيعة مع أبو عيسى. السلام عليكم.